بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي الزملكاوية والاهلاوية، اهلا بيكم في فيديو جديد مع دورينا غير اي دوري. طيب، في البداية حابين ان احنا نشكر اللاعب الخلوق المحترم محمد عبد الشافي. محمد عبد الشافي اعلن رسميا اعتزاله كرة القدم. كمان نادي الزمالك وجه الشكر لمحمد عبد الشافي واعلن رسميا اعتزال محمد عبد الشافي كرة القدم. محمد عبد الشافي لا في يوم من الايام سمعنا ان هو عمل مشكلة داخل نادي الزمالك، ولا في يوم من الايام سمعنا ان هو بيطلب مستحقاته الماليه من نادي الزمالك. كمان لاعب شيكابالا وجه الشكر للاعب محمد عبد الشافي، ووجه الشكر كمان لحمزه المسلوسي. محمد عبد الشافي احنا كزملكاويه بنشكره على الفتره اللي اداها داخل نادي الزمالك، صنع تاريخ مع نادي الزمالك وصنع تاريخ مع المنتخب المصري. شكرا لمحمد عبد الشافي. طيب تعالى بقى كده نتكلم في اخبار الدوري المصري كده بسرعه. اولا، محمد ابو جبل رسميا في نادي مودرن سبورت. محمد ابو جبل كان الفتره اللي فاتت كان قريبا من نادي الزمالك، لكن ما حصلش يعني اتفاق بينه وبين اداره نادي الزمالك، فاللاعب انتقل رسميا لنادي مودرن سبورت. طيب تعالى بقى نتكلم عن الخبر الثاني، وهو انتقال عمرو الجزار ومحمد اشرف بن شرقي لنادي البنك الاهلي مقابل 40 مليون جنيه هيحصل عليهم نادي غزل المحله. ألف مبروك لعمرو الجزار ومحمد أشرف بن شرقي انتقالهم للنادي البنك الأهلي. طيب تعالى بقى نتكلم في الخبر الثالث. الخبر الثالث وهو مصطفى العش. النادي الأهلي خلاص أعلن رسميا تعاقده مع مصطفى العش مقابل 50 مليون جنيه من نادي زد. كمان النادي الأهلي هيطلع أحمد رضا إعارة لنادي زد، وكمان هيطلع كمان خالد عبد الفتاح بيع نهائي لنادي زد، يعني 50 مليون جنيه واثنين لعيب. طيب ده كان مصطفى العش للنادي الاهلي. طيب تعالى بقى نتكلم عن الخبر الرابع. الخبر الرابع، الاتحاد الدولي او الفيفا بيعلن رسميا تحديد موعد مباراة نادي بيراميدز قدام اوكلاند سيتي في بطولة الانتر كونتيننتال يوم 14/9. نادي بيراميدز هيواجه اوكلاند سيتي على استاد الدفاع الجوي. طيب ان شاء الله باذن الله يعني نادي بيراميدز يكون موفق ويفوز بهذه المباراه، واللي هيفوز منهم هيقابل نادي الاهلي السعودي.